I don't have time. الاختيار الغلط عارفه ممكن يعمل فيكي ايه؟ تعالي معايا في الريل ده واسمعي الكلمتين اللي انا هقولهم عشان بجيب لك من الاخر. في بدايه الريل احنا we don't have time. طيب الاختيار الغلط عارفه ده مترتب عليه ايه ولا هيحصل معاكي ايه؟ انا فظيعه من غير ميك اب. المهم، اول حاجه الاختيار الغلط بيأثر على بقيه حياتك. الاختيار الغلط بيخليكي من بعده اول ما يحصل الانفصال مش من السهل تصدقي حد، مش من السهل تدخلي علاقه، مش من السهل تبداي من الاول. اي حد هيجي يقول لك بحبك حتى لو بيحبك انت مش هتبقي مصدقه الحوار ده. الاختيار الغلط بقى للاسف لو كمل بجوازه بتفضلي تدفعي ضريبه الموضوع ده كتير جدا بقيه حياتك انت واطفالك. الاختيار الغلط بتبني عليه عيله وبيت. الاختيار الغلط بيدمر لك حياتك، بيدمر لك نفسيتك، بيضيع لك وقتك، بيضيع لك عمرك، بيضيع لك صحتك. فخليكي قبل ما تدخلي علاقه اختاري. الاختيار الغلط بياخد من وقتك، من مجهودك، من صحتك. لو وصلت انك اتجوزتيه وكملتي معاها هتفضلي كتير قوي في الضغط والستريس ده، وبرده مش هتعرفي تحلي الموضوع غير للاسف بانفصال ومحاكم اسر. محاكم اسر ما تتابعنيش. المهم، فالاختيار الغلط للاسف 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 هيوصلك لنقطه احنا مش عايزين نوصل لها، ولا انا بانيه المحتوى بتاعي عشان توصلي لها. من الاول قبل ما تدخلي العلاقه لازم تفكري هل ده الشخص الصح، الاختيار الصح، الاختيار اللي انا ادخل عشانه حياه، الاختيار اللي اضحي عشان ادخل عشانه. لا، المفروض لازم افكر الاول قبل ما ادخل او اقبل على الموضوع. لازم يبقى فيه تفكير، لان للاسف لو انا اخترت غلط والموضوع تم بجوازه فمش انت لوحدك اللي هتحاسبي على الموضوع ده، انت واطفالك. طب لو اخترت غلط وما وصلناش لجوازه لخطوبه او سي مثلا ارتباط وانفصلنا، ما هيأثر على وقتك، على نفسيتك، على صحتك. مش من السهل بعد كده ان انت تقفي على رجلك وتدخلي علاقه من اول وجديد. فاحنا هنوصل لنقطه حيطه سد زي ما بنقول. احنا مش هنوصل بقى للليفل ده. ليه توصلي للليفل ده ومحاكم الاسر ومحتوى ايمان الاباجوري وحجز استشارات؟ انا من الاول الشخص لازم اختار صح. عناصر اختياري للشخص الصح: التفاهم، الماديه، الحب ما يبقاش رقم واحد، ولا الماديه الفلوس تبقى واحد. هو التفاهم اللي بيخلي الناس تكمل مع بعض. التفاهم والعشره هي اللي بتخلي الناس تكمل. رقم 2 مستواه الاجتماعي والمادي زيي، عشان الحب لما بيدخل من الباب الفقر بيطلع يجري من الشباك. حبيبتي ما حدش عنده استعداد يعيش في فقر ولا ينزل عن مستواه. رقم 3 ان انا اكون حباه، بس مش رقم 1 الحب. فالاختيار الصح هيخليكي تعيشي حياتك تمام، هيخليكي في علاقه تمام، هيخليكي انت واطفالك في عيشه تمام. اخترتي غلط، اتجوزتي هتدفعي الضريبه انت وعيالك. ما اتجوزتيش وحصل انفصال من الاول فانت اوريدي هتدفعي الضريبه بانك مش هتثقي في حد تاني، ونفسيتك هتتعب وهيجيلك اكتئاب. وما تتابعنيش ساعتها.